أكيد الكل تفرجنا على الأقل في حلقة واحدة من واحد من أشهر البرامج اللي شفناها في التلفزة وخاصة في صغرنا، واللي هو تحقيقات الكوارث الجوية واللي تعدى على قناة ناسيونال جيوغرافي. البرنامج اللي أنا عندي معه برشا ذكريات في صغري، ونتذكر حتى اللي عمري ما كنت نتخيل إنه يجي نهار ونشوف حلقة مخصصة لتونس، وفعليا هذاك اللي صار. نهار من نهارات نلقى واحدة من أكثر الكوارث الغامضة تعديت في واحدة من حلقات البرنامج هذاك، واللي خلت وراها برشا ألغاز وبرشا نقاط استفهام. موضوعنا اليوم هو رحلة 1153 التونسية. بدينا نقربوا من الماء، سطح البحر. سامحني سي شفيق كاني أثر فيك شوية. معايا علي، رد بالك معايا علي، رد بالك، حضر روحك. قاعد تفكر في اللحظات شكري، حضر روحك. آخر الجمل اونتوش لا مير. بون الحقيقة عندي مدة ملي هبطت على الحكاية هذيا فيديو قصير في التيك توك وحتى في اليوتيوب، اما مؤخرا اكتشفت اللي انا عملت برشا غلط في الفيديو هذاك واللي انا ما دققتش فيه اكثر، والحكاية تستحق فيديو ما اطول. هذاك علاش مانيش باش نطول عليكم اكثر. ما تنسوش كالعادة اللايك وسبسكرايب والشير، صليوا على النبي، ونخليكم مع الفيديو. قصتنا لليوم ترجع لنهار 6 أوت 2005 في مطار باري الإيطالي. وقتها الرحلة رقم 1153 لشركة يونيتر التونسية، واللي هي تو ولات تونيسير إكسبريس اللي تابعة للشركة الأم واللي هي تونيسير. بدأت تخرج من مطار باري في اتجاه جربة، ونزيدوا نتعرفوا أكثر على طيارتنا واللي هي طيارة ATR 72 واللي عدت أكثر من 35 ألف رحلة من نهار اللي تم تصنيعها في عام 1992. وآخر صيانة للطيارة هذه كان قبل بعام من الرحلة، وبالضبط في عام 2004 في مارس. الطيارة كانت متكونة من 35 راكب، ومنهم الكابين كرو اللي هما الكابتن والطيار شفيق الغربي واللي كان عمره وقتها 45 سنة، ومع زادة المساعد نتاعو علي الأسود واللي كان عمره 28 سنة أكاو. مع نص نهار ونص الطيارة نتاعنا باش تخرج من المطار في اتجاه جربة كما قلنا في طقس معتدل تقريبا، فما شوية ريح لكن ما يقلقش، وباش تبدا تطلع حتى لين توصل لارتفاع تقريبا 23 ألف قدم واللي هو تقريبا 7 كيلومتر. ولهنا الطيار شفيق الغربي والطاقم نتاعو باش يتفاجئوا وقت اللي الموتور اليمين نتاع الطيارة باش يسكر من غير ما تبعث الطيارة حتى تنبيه نتاع مشكلة وإلا نتاع حاجة أخرى. 50 دقيقة يسكت المحرك اللي على اليمين. باهي هوني تفيق بيسكت بالضبط، واضح سكت، لكن ما عندي حتى انديكاتور خاش وقت تصير مالفانكشن، حاجه معناها مش تعدم. نورمالمون فما دي زانديس ولا فما دي زالارم يصيروا، ما صار حتى الارم، ما خرج لك شيء في التابلو. ولهنا الكابتن خذ الاذن باش يرقص في ارتفاع الطياره من 7 كيلومتر لتقريبا 5 كيلومتر، ومالها الا 3 دقائق والموتور الثاني يسكت زاده 111 ثانيه. يسكت الثاني، يسكت اللي على اليسار، اللي على اليسار معناها ما عادش عندنا محركات، ما عادش فما حتى الكتريسيتي، ما عادش عندك حتى شيء. تخيلوا معايا الطياره حرفيا طايحه بان في السماء، الموتورات الزوز ما يخدموش وما فما حتى طاقه تخليها تطير. ولهنا الكابتن شفيق اضطر انه يستعمل كلمه ماي داي، وهي كلمه انترناسيونال معناتها الوضعيه تستحق التدخل العاجل، وعلى اثرها زاد ولا عنده الحق وعنده الاولويه باش يعمل اي حاجه تخليه ينقذ الطياره نتاعو في السماء. تم تحضير الركاب واعلامهم بحاله الخطر. الدقيقه كانت تتعدى في ثانيه، وفي الوقت القصير هذا الطاقم ما كانش يعرف شنو سبب المشكله اصلا، على خاطر الطياره ما شكات من حتى شيء. معناه التابلو بورد اللي قدامهم ما فيه حتى انذار يشعر وما فيه حتى ميساج يوضح اسباب المشكله. وبعد تقريبا 8 محاولات باش يعاودوا يخدموا الموتور، عرفوا في الاخر اللي القرار الوحيد اللي نجموا ياخذوه هو الهبوط الاضطراري. اما المشكله اللي اقرب مطار وهو مطار باليرمو كان من 7 المستحيلات انهم يوصلوا له والموتورات الزوز ما يخدموش. ولهنا الحل الوحيد كان انهم يهبطوا في عرض البحر المتوسط. والحقيقه مانيش باش نجم نوصف اللحظه هذيك، نخليكم تسمعوا التسجيل الحقيقي للحظه هذيك وتخيلوا كميه الرعب وقتها. يا رب تلطف، يا رب، يا رب تلطف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شيء هذا شيء مدارج. I think we are not able to reach the terrain. We are 4,000 feet and we are not able. We lose both engines. Can you send for us helicopters or something like that? Unable to reach 2,200 feet. There are 2 boats. I'm going to join them left side heading 180. Can you call them please?
عاود Unable to reach. Unable to reach the right. Repair 1153. We're unable to reach the field. We have two boats on the left side, the big boat. We will try to plan to ditch near of him. If you can call him, please. Slow. Brace for impact. Okay. هاي سي هاي معي علي. رد بالك معي علي. رد بالك حضر روحك يا شكري حضر روحك. أنا حاضر. On touche la mer. رحلة تيوننتر الرقم 1153 على وشك أن تسقط في البحر الأبيض المتوسط. بدينا نقرب من الماء، سطح البحر. سامحني سي شفيق كان يأثر فيك شوية. لا مش مشكلة. قاعد تتفكر في اللحظات هذيك آخر الجمل اللي تقالوا شفيق الغربي الطيار في وقت ما الإنسان خذا مكانه ظهر. حسيت روحك لوهلة سيد نجم تموت في اللحظة ذيك؟ لا جميل لبي. لا ما خمتش في الموت بالكل وما خمتش في عائلتي بالكل. خممت يلزم يمنعوا العباد. أما وقتاش خممت في عائلتي؟ وقت اللي هبطت في الماء. هذيك أصعب فترة. أول ما صار الاصطدام الطيارة تقسمت على 3 أجزاء والثلاثة ما غرقوش لمدة 20 دقيقة، لكن من بعد 2 بارتيات غرقوا. أما البارتية الوسطانية قاعدة تعوم. ولا ناس سؤال يقول علاش قاعدة تعوم، خاصة اللي هي نورمالمون البارتي الأرزن. كي تسألني علاش، على خاطر فيها 2 خزانات متاع الكيروزين واللي كي يتعباو يوليو أرزن حاجة في الطيارة. والحاجة الوحيدة اللي نجموا نستنتجوها لهنا اللي 2 خزانات ديجا كانوا فارغين، وهذا نرجعوا لهم بعد. لكن للأسف فما 16 راكب لقاو حذفهم. أما الأخبار الباهية اللي طاقم الطيارة المتكون من شفيق الغربي المساعد متاعو قعدوا حيين. الحاجة اللي باش تعاونها نفهم شنيا صار بالضبط. التحقيق باش تاخذوا وكالة سلامة الطيران الإيطالية، ومن الأول ديجا باش تظهر برشا نقاط استفهام، على خاطر من بعد ما استجوبوا الطيارين الزوز فهموا اللي الطيارة كان فيها كيروزين، ما كانوش يعانيوا من حتى نقص، خاصة اللي الطيارة ما ظهرتش الحاجة هذه. مؤشرات متاع الطيارة الكل ما كانوش يظهروا اللي فما مشكلة في الكيروزين. مالك هما معبين شنيا يفسر اللي البارتي الوسطانية ما غرقتش في البحر، معناه اللي متأكدين منه توا اللي الخزانات الزوز كانوا معبين بالهواء وفارغين من الكيروزين. دونك الغلطة بدات من قبل ما تخرج الطيارة من المطار نهار 5 أوت، معناتها قبل بنهار من الرحلة هذه. الطيارة ديجا جات من جربة لإيطاليا وكان فيها نفس الطاقم واللي هو شفيق الغربي وزاد المساعد متاعو علي الأسود. الكابتن شفيق اللي لاحظ اللي فما مشكلة في العداد متاع الخزان اليمين للطيارة، وذاك علاش قدم تقرير باش يتم استبداله، وفعليا في الليل بدلوه. لكن المشكلة اللي صارت اللي هما بدلوه بعداد متاع طيارة ATR 42، واحنا كما نعرفوا اللي الطيارة متاعنا هي ATR 72. والمشكلة اللي العداد هذاك مصنع تحديدا باش يقرأ خزان أصغر بطبيعة من الخزان متاع طيارة ATR 72. نعرف اللي الحكاية مشاربكة، لكن حاول نركز معايا شوية. الغلطة صارت على خاطر الحقيقة زوز طيارات هذوما يشبهوا لبعضها، وحتى من الشكل متاع العداد يشبهوا لبعضها، لكن الوظيفة متاعهم هي المختلفة. نرجع للطيارة اللي أول ما جات من الجربة كمية الكيروزين اللي متبقية في الزوز خزانات متاعها تساوي 790 كيلوغرام. أما المشكلة اللي العداد الجديد اللي ركبوه كما قلنا ماهوش باش ينجم يقرأ الخزان هذاك، أعطاه عدد وهمي واللي هو 3100 كيلوغرام. ومن غدوة وقت اللي شفيق الغربي شاف اللي الخزان مكتوب عليه 3100 كيلوغرام كيروزين، بتبيع اسئلة على الحاجة هذه اللي هو وقتاش عبيتوه يا أخي. بتبيع مانيش باش نحكي بالضبط اشنيا صار بالضبط وقتها خاطرني مانيش حاضر معاهم تو سامبلومون، أما باش نحاول نوصف لكم بصفة تقريبية اشنيا صار. يعني قلنا اللي شفيق الغربي تسائل اللي هو وقتاش عبيته من 790 كيلوغرام إلى 3100 كيلوغرام. قالوا له اللي البارح وقت اللي بدلوا العداد تلقاهم عبيو كيروزين. لهنا اللي عملوا واللي كان لازم يعملوا زاده هو انه طلب البونو نتاع تعبئه الخزان هذاك. قالوا له اللي واحد من لي تكنيسيان تقريبا هزوا معاه، اما اللي هو ما تخافش ما يسالش اقصد ربي ومن بعد تو يوصل لك البونو. قال لي خاطر راهو فيها 3 طن معناها 3 طن كيروزين. معناها استغربت انا خاطر اخر واحد طرت عليه البارح قلت له ما يخيمناش الحكايه هذه.
قالوا لي لا راهي تبرمجت في الليل. الرحلة من باري لجربة يلزمها 3800 كيلوغرام كيروزين مقسمة على زوز خزانات، واللي مكتوب توا في العداد هو 3100، معناتها نقصتهم تقريبا 700 كيلوغرام باش يوصلوا للعدد اللي حاجتهم به. وفعليا تم تعبيد الكمية هذيك وخرجوا على كمية كيروزين وهمية مقدارها 3800 كيلوغرام. نقفوا لهنا ونرجع للكمية الحقيقية، والكمية الحقيقية كانت 1250 كيلوغرام، يعني تقريبا أقل من نص، وهذه كارثة في حد ذاتها. والمشكلة اللي صارت واللي استعرف بها شفيق الغربي اللي هو نورمالمون ما يخرجش من المطار إلا ما يتأكد من البونو هذاك، لكن كما نقولوا قدر الله ما شاء فعل في الآخر. والحقيقة شفيق الغربي حاول أكثر ما ينجم إنه ينقذ حياة الركاب اللي معاه، أما في الآخر من بعد التحقيقات معاه تم اتهامه بالقتل الغير العمد، وقعد 7 سنين ما يسوقش طيارات، لكن في الاخر رجع والحمد. رجعت تطير اليوم سي شفيق سي؟ رجعت والحمد لله. بون تو فهمت كارير معناها ما عادش. نقترح عليكم باش تتفرجوا على الانترفيو هذا تو تفهموا منه برشا تفاصيل اكثر. بالطبيعه ما نجمش نحط لكم الكل هنا، وكاو ان شاء الله عجبتكم الحلقه. قولوا لي في الكومنتات هل كان فما حل اخر ما خير والا لا، وكاو ما تنساش كالعاده اللايك سبسكرايب والشير. نشوفكم في الفيديو الجاي.